سمعتوا صوت القرمشة ده؟ دي عجينة البر أو عجينة السمبوسة. يلا بقى نبتدي نعمل مقبلات رمضان أو نبتدي نفرز في حاجة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نعمل عجينة البر أو عجينة السمبوسة بطريقة سهلة وبسيطة. عندنا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح، وعليهم تلت كوباية من السمنة على الزيت، أو ممكن تحط زيت لوحده. هنخلطهم كده مع بعض، أو ممكن تبسيهم بإيدك. وبعد كده نحط بيضاية برضو نخلطها، ونكون محضرين جنبينا حوالي كوباية من المية الدافية. ننزل كده بالتدريج لحد العجينة ما تلم معاه. ممكن تحتاجي كوباية وشوية او انقص حسب نوع الدقيق بتاعك. خلاص كده انا العجينة اتلمت معايا. انا احتاجت معايا كوباية واحدة بس لحد ما نوصل لقوام العجينة اللي انتوا شايفينه ده، طرية وملساء. هنسيبها بقى تريح حوالي ساعة او ساعة ونص، بس لازم ندهن البولة زيت الاول عشان ما تلزقش معانا. نبتدي بقى نعمل الحشو بتاعنا. عندنا بصل وجزر، عليهم معلقة من السمن، نشوحهم كده ياخدوا تشويحة حلوة. بعد كده ننزل عليهم باللحمة المفرومة، نديها صدمة الأول، ونقلبها بقى مع البصل والجزر، نديها بقى التوابل: ملح وفلفل اسود وبابريكا، وشوية من بهارات اللحمة، وشوية من جوز الطيب، وشوية من القرفة حسب البهارات اللي انت حباها. ممكن كمان تحوشيها بالفراخ او بالجبنة، يعني دي يعني ما بتقولش لأي حشوة لأ. هناخد بقى كورة كده، هناخدها كور الأول نعملها دواير علشان تبقى سهلة معاكي. بص، ممكن افردها بايدي، ممكن افردها بالنشابة زي ما انت عايزة، هي سلسة جدا معاكي. بعد كده انا حطيتها في القطعة بتاعت القطايف زي ما انتوا شايفين، مملهاش للاخر. وبقى معانا الشكل ده. عملت منه برضو شوية. بعد كده عملت شكل تاني هوريهولكوا دلوقتي. دهنت الترابيزة بتاعتي او الكاونتر اللي انت شغالة عليه بالزيت، وبعد كده فردتها كده بالنشابة لحد ما وصلت الشكل المستطيل اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. سويت الاطراف بتاعته. بعد كده حطيت اللحمة المفرومة، انا حطيته بمعلقة معيارية علشان يبقى حجم كل واحدة زي التانية بالظبط. بعد كده كان عندي شوية دقيق بقى، حطيتهم في شوية مية علشان الزق الاطراف وما تفكش معايا، وعملتهم كده بينهم مسافات، وحددتهم كده بايدي. وبعد كده بقى قطعتهم بالقطاعة. يعني ممكن تعملي بالعجينة دي الاشكال اللي انت عايزاها. انا عملت شكل السمبوسة، وعملت الشكل القطايف اللي انتوا شفتوه ده، وعملت الشكل المربع. عايزه بقى اديله بقى شكل كده نهائي، ازينه بقى بالشوكه زي ما انتوا شايفين، واعيد عليه برضو التقفيل بتاعه، وابتدي بقى احمر فيها، واخد من الزيت كده واحطه على الوش عشان تتحمر معايا. واول ما تطلع كده بابلز او تطلع كده فقاقيع كده، انا اعرف كده انها هايشه ونتيجه العجينه بتاعتي ممتازه. خلاص كده اتحمرت. بص شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة. وعلى فكرة اخف بكتير من السمبوسة الجاهزة. عايزاكم تسمعوا الصوت بقى. سمعتوا؟ بصوا بقى مغوافة ازاي من جوه، تحفة. طعمها خرافة يا جماعة، جربوها. دي هتنفعكم جدا في رمضان. ممكن كمان تفرزوها، يعني تحطوها كده في الفريزر، واول ما تتجمد معاكم تحطوها في اكياس، والف هنا وشفا.